تعرف إن في دراسة مهمة جدًا بتخُص أول 3 دقايق بين أي زوجين؟ الدراسة دي عملها جون جوتمان، وده دكتور متخصص في العلاقات الزوجية ومراقبة الأزواج، لدرجة إنهم بيسموا المعمل الخاص بيه بمعمل الحب. واتكلم تحديدًا عن أول 3 دقايق لأن الطريقة اللي بيدار بيها النقاش في البداية هي دي الترمومتر الحقيقي للعلاقة، وهو اللي بيحدد العلاقة رايحة لحد فين. ونسبة دقة التنبؤات اللي هو قام بيها بتوصل تقريبًا ل90%. بس ليه أول 3 دقايق تحديدًا؟ لأن الطريقة اللي بيبتدوا بيها الكلام واللي سماها البداية العنيفة هي اللي بتحدد شكل العلاقة. وطبعًا في علامات تحذيرية كتيرة جدًا، منها النقد، إنك تبدأ تنتقد الشخص مش التصرف اللي قام بيه. بدل ما تقول إن اللي عملته ده كان غلط، تبدأ تقول له أنت إنسان مهمل أصلًا وما بتفكرش غير في نفسك وكل الكلام اللي شبه كده. تاني حاجة هي الاستخفاف، إنك تبدأ تقلل من الطرف التاني، أو التريقة، إنك تبدأ تبص له بوقاحة أو بسخرية. تخيل بقى الناس اللي بيبتدوا أول النقاش أو أول الكلام بالخوض في الأعراض، ممكن حياتهم الزوجية تستقر أو تكمل. 3. الدفاع، إنه يرفض يعترف بالغلط ويبدأ بهجوم أشرس علشان يدافع عن نفسه. 4. الانسحاب، إنه يقفل ويختار الصمت ويعتبره صمت عقابي، وبكده يبقى لغى التواصل خالص واختار الهروب. طب الحل فين؟ جوتمان كان بيقول إن المشكلة في العلاقات مش الخلافات أو حتى الخناقات البسيطة، كل الناس تقريبا بتتخانق، لكن السر كله بيكمن في البداية، إزاي الخناق ده بيبتدي. علشان كده في 3 خطوات مهمين جدا لازم ناخد بالنا منهم في البداية. أول حاجة، اتكلم عن مشاعرك، عرف الطرف التاني إن أنت تعبان أو إن أنت مضغوط أو أي حاجة بتحس بيها من البداية. تاني حاجة، إنك تواجه المشكلة وتحدد الأسباب من غير هجوم شخصي، اتكلم عن الشيء مش عن الشخص. تالت حاجة، اطلب اللي انت محتاجه بوضوح ومن غير كلام كتير جدا ممكن يخليك تحط كلام ملوش لازمة في النص. قول احنا محتاجين نقعد مع بعض ونتكلم في هدوء علشان خاطر البيت يهدى ونكمل. محتاجين نساعد بعض علشان خاطر بعض. بكده الطرف التاني ما بيشوفش اللي انت عاوز تعمله او اللي تتكلم فيه كمصلحة شخصية، فبيبدأ يسمع لك، وانتوا الاتنين بإذن الله تبدأوا توصلوا لحل. ببساطة معظم العلاقات اللي بتفشل مش بتفشل لأن فيها خلافات، ولكن ممكن يكون أهم سبب إن البداية بتكون صعبة، بتكون هجومية، فأسلوب الكلام بيتغير، نبرة الصوت بتتغير، كل واحد بيضطر يبدأ يدافع عن نفسه بدل ما يسمع الآخر ونحاول نوصل لحل. فحاول تظبط البداية وحاول تكون واضح ومحدد في أول 3 دقايق، وبإذن الله ده يساعدك إنك تقفل باب كبير جدا من تفاقم المشكلة، وكمان تحل 50% من الجزء اللي باقي. سلام.